السلام عليكم يا شباب، إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان تكونوا كلكم بخير. معلش على الغيبه دي، كانت فتره امتحانات، ودي برضو كانت غلطتي ان انا ما نزلتش اي حاجه على الانستجرام كنت اقول فيها ان انا غيب. بس انا احب اهني للناس بتوع الثانويه العامه ان هم خلصوا فتره امتحاناتهم، وان شاء الله هنكمل السلسله بتاعتنا علشان هم طبعا محتاجينها جدا جدا بعد ما هم خلصوا امتحاناتهم. وانا طبعا شايف الموضوع ده من الاسئله اللي بتجيلي، لكن انا ما كانش فيه وقت ان انا طبعا ارد على الاسئله بتاعتي. من الفيديو اللي فات هتلاقوا ان شاء الله لينك تحت في اول كومنت او في الديسكريبشن. قلت ان انت دلوقتي حالا خلصت الثانويه العامه، قلت ان مجموع الثانويه العامه بتاعك مش فارق عشان تيجي هنا اي كليه في المانيا، الا طبعا طب دايما حاله خاصه على جنب فنركنها وبقى نجيلها بعدين. لكن دلوقتي حالا بنتكلم في المجمل عموما، يعني هندسه بيزنس اي حاجه من الكلام دوت، مجموع الثانويه العامه بتاعك مش فارق. قلت بس هو بيساهم في حالة لو انت قدمت على تخصص restricted، يعني تخصص هما بياخدوا مقاعد معينة، فهم طبعا بيحبوا انهم يصفوا، فيصفوا مثلا بناء على اساس ايه؟ بناء على اساس ان انت الماني او لا. دي طبعا بتبقى كل جامعة والتقسيمة بتاعتها، وهم يعني ناشرين الموضوع دوت ومش مخبينه على حد. يعني في مثلا جامعات اللي هي انترناشونال جدا بيبقوا مثلا عاملين 51% المان و49% مثلا اجانب. في جامعات تانية لا، مثلا 70% المان 30% اجانب. فرقم واحد بناء على انت المانيا ولا، رقم اتنين بناء على المجموع بتاعك. فطبعا يعني انت عموما انت بتنافس كل الناس اللي زيك اجانب، تمام؟ سواء كان بقى من الهند، من الصين، من اي مكان في كوكب الارض بدل ما هوش الماني. فانت لما بتيجي بتنافسه ازاي؟ بتنافسه عن طريق المجموع. بس ده في حاله لو انت بتقدم على تخصص ريستريكتد، ودي طبعا يعني برضو ليها نسبه هنا في المانيا. يعني معظم الجامعات برضو بتبقى اللي هي تخصصات فري، يعني اللي هم بياخدوا الاعداد اللي هم عايزينها. فعشان كده لما حد بيقول المجموع بتاع الثانويه العامه مش فارق هنا في المانيا، نوعا ما صحيح. نيجي على بقى النقطة المهمة جدا دلوقتي حالا. زي ما انا قلت، الثانوية العامة بتاعت مصر مش معترف بيها في المانيا هنا، مش بتاعت مصر بس، بتاعت مصر وتقريبا معظم الدول العربية. فدلوقتي حالا بنعمل ايه؟ عندك حل من اتنين: يا اما تعمل السنة التحضيرية هنا في المانيا، يا اما تعمل السنة التحضيرية في مصر. دلوقتي حالا السنة التحضيرية دي بتعادل حاجة هنا اسمها ابي، تمام؟ الاول هو الابيتور، تمام؟ الابيتور ده زي الثانوية العامة في مصر لكن هنا في المانيا. حلو. فانت عشان تكمل الدراسة الجامعية بتاعتك في المانيا لازم تكون مخلص السنة التحضيرية. نيجي على بقى الفروقات. عندك ثلاث طرق علشان تعرف تخلص السنة التحضيرية ديت. رقم واحد الجامعة في مصر زي ما انا عملت، لكن في هنا شرط واحد وشرط صغير جدا: لازم التخصص اللي انت هتيجي عليه في المانيا هنا تكون انت بتدرسه في مصر. يعني ما ينفعش حد مثلا اداب عربي او اداب حتى انجليزي يجي مثلا يقول لي ايه، عايز اكمل هندسه ميكاترونكس في المانيا. ما ينفعش. هقول لي مثلا المجموع بتاعي ما هوش مكفي ان هو يدخلني في مصر جامعه هندسه. حلو. في الحاله ديت ايوه انت محتاج السنه التحضيريه. لكن لو انت في مصر عملت الجامعه بتاعتك في هندسه وخلصت مثلا اعدادي هندسه، تقريبا يعني ما فيش تخصص ممكن يقف قدامك هنا. يعني تقريبا يعني اي حاجه تقدم عليها تتقبل فيها. يعني اعدادي هندسه اسهل حاجه ممكن يعني تتقبل منها لاي تخصص انت عايزه، ميكاترونكس مثلا، انفوترونكس، كل الكلام دوت، عن كمبيوتر ساينس، اي حاجه انت عايزها. فدوت اول شرط. تاني شرط ان الجامعه بتاعت مصر يكون معترف بيها في المانيا هنا. لو انت دلوقتي حالا جامعتك حكوميه فقدم وانت مغمض، ما يهمكش الموضوع دوت، هتتقبل. لو انت جامعه خاصه بيبقى في معترف فيهم وفي مش معترف فيهم. بس 90% من الجامعات الخاصه في مصر، لو ما كانش 95%، معترف بيها. وخلي بالك انا بقول جامعات خاصه، انا ما بقولش معاهد. في فرق جامعه خاصه ومعهد. دلوقتي حالا بقى المعاهد بصراحه مفيش حاجه موضحه هنا قوي، فانا دايما بيبقى عندك حل من اتنين: يا اما انت يكون عندك حد في المعهد دوت سافر المانيا فانت خلاص كده عرفت ان المعهد بتاعك ده مقبول، يا اما انت تاخد اسم المعهد او شهاده منه وتسال الجامعات اللي في المانيا هنا، تبعت لهم على الايميل بتاعهم. هتلاقي دايما الايميلات دايما على الموقع في قسم الكونتاكتس. هتروح تبعت لهم تقول لهم هل دلوقتي حالا الجامعه بتاعتي او المعهد بتاعي مقبول عندكم ولا لا. ده كده تاني طريقه تعرف بيها. تالت طريقه موقع اسمه انبن، بس الموقع ما هوش ابديتد قوي بكل المعاهد فممكن يعني يلغوشك. هو كويس عموما في الجامعات الخاصه اكتر، فهسيب لكم عموما لينك الموقع تحت. رابع حاجه انك تدخل على جروب الفيسبوك بتاع الدارسين في المانيا. هتلاقي الجروب مشهور جدا، هتلاقي فيه تقريبا ربع مليون، نص مليون، هتلاقي يعني رقم محترم. نزل هناك تسال، شوف حد سافر من المعهد ده ولا لا، تشوف عموما معرفه الناس بالموضوع دوت. في الاول وفي الاخر بيقول لك ايه، اسال نجرب. غير جروب الفيسبوك. خامس واخر حاجه انك تجرب وتقدم. دلوقتي احنا خلصنا موضوع التخصص وخلصنا موضوع الاعتراف. نيجي على موضوع اللغه. وانت بتقدم هتيجي هنا، هتيجي اما انجليزي هتيجي اما الماني. لو الماني محتاج انك تكون مخلص الماني في مصر على الاقل يجيب لك قبول المشروط. يعني محتاج تكون مخلص مستوى البي 1. البي 1 ممكن يخلص معاك مثلا في 6 شهور 7 شهور لو انت مجتهد جدا. لو انت مثلا نص نص ممكن يخلص معاك في سنه مرتاح. لو هتيجي انجليزي، لو انت بتدرس بتخصص انجليزي في الجامعه بتاعتك فشهاده اثبات انك بتدرس بالانجليزي كافيه في ان هي تجيب لك قبول من 80% من الجامعات اللي بتدرس بالانجليزي او اللي بتدرس بالانجليزي هنا. طيب لو انت عايز تضمن 100% يبقى تدخل على الايلتس زي ما انا عملت على طول، عشان انا جاي كده جاي انجليزي، فانا مش ضامن قوي ان كل الجامعات تقول لي موافقين على شهاده الاعتراف باللغه بتاعتك. فانا قلت اعمل حسابي وامن نفسي وادخل الايلتس احسن لي. هنعتبر دلوقتي حالا انت مجموعك في الثانويه العامه لا قدر الله ما كانش قد كده. نعمل ايه بقى في الحالات دي؟ في
الحالات ديت هيبقى عندنا السنه التحضيريه ومفيش مفر منها. السنه التحضيريه يا هتعملها في المانيا يا هتعملها في مصر. ينفع تعملها في مصر؟ تعملها في معهد جوتا. لكن خلينا نفهم الاول السنه التحضيريه عموما. اول حاجه السنه التحضيريه زي ما انا قلت لازم انت تعملها بالالماني. فدلوقتي حالا تعملها بالالماني برضو محتاج البي 1. فانت عموما اصلا يعني لو انت عايز تطلع حاجه من الفيديو دوت روح ذاكر اللغه. يعني انت لو عايز عموما يعني بعد ما تقفل الفيديو ده تعمل ايه؟ تروح تذاكر على طول الماني. تمام؟ لان انت اكتشفت ان انت كده الماني وكده الماني، هتيجي البلد هنا برضه هتحتاج الماني. طيب دلوقتي حالا انت سنه تحضيريه محتاج البي 1. ممكن تعملها في معهد جوتا في مصر او تعملها هنا في المانيا. يبقى الفرق في ايه؟ الفرق في حاجه زي علم علوم وعلم رياضه عندنا في مصر، لكن هنا عندهم التي كورس الفي كورس الكلام دوت. مثلا التي كورس بيدخلك على تخصصات البيزنس، مثلا الفي كورس بيدخلك على حاجات بتاعت هندسه، في برضو الكورسات بتاعت الطب، لكن برضو قلت دي مثلا حوار تاني لوحده. حلو. انا اعتقد في مصر الحاجات المتاحه معهد جوتا، وبرضو محتاج انك تدخل وتسالهم برضو لان ممكن يكونوا عاملين ابديت من اخر مره انا شكيت، عندهم بتاعت هندسه وبتاعت بيزنس. فانت دلوقتي حالا ممكن تعملها في مصر وهي ارخص من المانيا. ممكن تيجي تعملها هنا في المانيا، دي حاجه انا ما انصحش بيها خالص، لانك لو هتيجي تعملها هنا هتعملها في مدرسه خاص مش في مدرسه حكومه. المدرسه الخاص ده 7000 يورو، ده رقم واحد لو حد عايز يسال عن المصاريف. ده تقريبا يعني رينج الافريج، انا ما شفتش حاجه اقل من 7 يعني لحد دلوقتي حالا، بس هي في حدود السبعه عموما. يعني ممكن حد يقول لي لا عايزين نعملها في مدرسه حكومه او كده، يعني جود لك في نسبه القبول هناك. ده اول حاجه، امتحانات قبول، امتحانات لغه، بتنافس الوفات الناس دي هنا بقى كلها مقاعد حرفيا بالعدد. فاللي هو ايه، صعبه شويه يعني. بحب الناس دايما تحط احتياطاتها يعني، يعني ما تقعدش يذاكر اللغه اعتمادا على انك تيجي هنا في مدرسه حكومي وفي الاخر ما تجيش مدرسه حكومي، لان ده صعب شويه. تمام؟ حلو. طب انت لو محتاج لمدرسه خاصه محتاج معاها حساب بنكي مغلق الا وهو ال 12000 يورو. فانت كده السنه التحضيريه بتاعتك لما تيجي هنا هتكون واقفه عليك بحوالي 20000 يورو. تمام؟ في ناس هتسالني هل انا ليا شغل مع السنه التحضيريه؟ ده ان شاء الله هيبقى الفيديوهات اللي جايه، مش حاليا، لان انا قوانين الشغل كلها اتعمل لها ابديت من شهر 3 شهر 4. فانا نصيحتي لو انت عايز تعمل السنه التحضيريه علشان مجموعك في الثانويه العامه ما هوش مكفي، تعمل السنه التحضيريه بتاعتك في مصر، وده انسب حاجه. طب هنيجي بقى لو انت هندسه بيزنس عايز تيجي هنا تكمل بيزنس، او انت هندسه في مصر عايز تيجي هنا تكمل هندسه، كل الكلام ده وتعمل السنه التحضيريه بتاعتك فين؟ المانيا ولا مصر؟ حلو. انا سبق وان انا اتكلمت في الموضوع ده بالتفصيل، لكن انا نصيحتي انك تعملها في مصر. ان سنين الجامعه بتاعتك في مصر، لو السنه بتاعت الجامعه او السنتين بتوع الجامعه في مصر، او حتى انت تتخرج وعايز تيجي هنا تعمل ماجستير، يعني السنين دي دهب. انت بيبقى عندك كميه وقت انت مش هتعرف تجيبه تاني في حياتك. انا اتكلمت عن الموضوع دوت يعني في 3 فيديوهات او 4 فيديوهات على موضوع عدم وجود الوقت هنا. اتكلمت على انك محتاج الماني، ولو جيت هنا بالماني جامد جدا هتشتغل في شغلانات مرفهه حرفيا، مثلا في معامل، وهتقبض كويس جدا كطالب، ممكن مثلا 14 15 يورو في الساعه. حد برضو عمل لي كومنت قال لي كل اللي انت قلته حرفيا صح. انا عندي واحد صاحبي جه هنا المانيا وكان الالماني بتاعه كويس جدا، ما عداش باللي احنا عدينا بيه اللي هو شغلانه المخازن والكلام ده. هتلاقوا الكلام ده في فيديو الشغل بتاعي او الكارير بتاعي يعني. فرقم واحد، لما انت تبقى في مصر هتعرف يبقى عندك وقت تشتغل على اللغه جدا. هو الفرق بس ان انت في مصر هتلاقي كل حاجه مشجعك انك تبقى خامل ما تتحركش. فهي دي بس مشكله واحده اللي عندك، مشكله حرفيا انك تروح تفتح موبايلك او اللابتوب بتاعك او اي حاجه متوصله بالنت وتقعد تذاكر. هي دي المشكله، انك تتشجع انك تقوم. المشكله هنا في المانيا تقريبا 1000 بقى مشكله قدام ديت، غير كمان انك مش هتتشجع اللي هي مشكله مصر. تيجي تحط عليها ان انت لازم من نفسك تعمل نفسك دلوقتي، تهتم بمصاريفك وكل الكلام دوت. هنا بقى ما عادش في حاجه بقى اسمها حد هيطبخ لك، انت اللي تطبخ لنفسك، ما حدش هيغسل لك، انت اللي هتغسل نفسك، انت اللي هتصحي نفسك الصبح، ولو ما صحيتش الصبح بقى ممكن تلبس حرفيا في الحيط، كل الكلام دوت. فكل الحاجات ديت مش ناقصه يجي معاها تقول لي ان انا عايز اذاكر الثانويه العامه بتاعت المانيا. يعني ما تجيش انك تيجي غربه تماما وفوق كل ده تقول لي مثلا انا هبتدي اللغه من الصفر، او هبتدي اذاكر الثانويه العامه بتاعت المانيا من الصفر. يعني هل في ناس عملتها؟ بس يعني تاني برضو بيبقى ضغط فظيع بمناسبه الثانويه العامه بتاعت المانيا. لو انت اجنبي او مغترب وسقطت تمام وخلصت المحاولات بتاعك اللي هما مرتين، مالكش دراسه تماما تاني في المانيا. يعني مفيش حاجه اسمها ان انا ارجع مصر وارجع تاني احاول او كل الكلام دوت، او اروح انزل مصر اعمل سنه تحضيريه بتاعتي في جامعه هناك واجي تاني اقدم على الجامعات هنا. انت مالكش، انت معمول عليك بان من السيستم خلاص كده، انت مالكش حرفيا. عامل زي بالظبط نظام الجامعه هنا، لو انت شلت ماده 3 مرات انت مالكش دراسه تخصص دوت في المانيا كلها. هل الريسك مستاهله؟ الريسك مش مستاهل. نفس اللي هتعمله في مصر هو نفس اللي هتيجي تعمله هنا. تاني حاجه برضو انا اديت نصيحه ان الوقت اللي هيبقى عندك في مصر تعرف تشتغل على سوفت سكيلز مع اللغه بتاعتك، تعرف هنا تيجي تلاقي شغلانات محترمه جدا جدا وبتقبض كويس، فهتبقى عيشتك كويس جدا من البدايه. تمام؟ مش هتعرف تاخد المرمطه، مع ان انا من الناس المقتنعه ان انت لازم تاخد المرمطه عشان تاخد الخبره بتاعه التعامل مع كل طبقات المجتمع وكل الكلام ده، وتبقى فاهم المجتمع الالماني مش ازاي. فانت لازم تبتديها من الصفر، لكن ده موضوع تاني نبقى نتكلم فيه. لكن عموما انا بتكلم على يعني انت مش عايز تيجي هنا
هنا تقطم ظهرك سنتين. حلو. في مصر تقعد تتعلم سوفت سكيل ايا كان ايه هي، مثلا تبقى اكسبرت في الاكسل مع لغه المانيه محترمه، تعرف تيجي هنا تشتغل مثلا شغلانه الطالب داتا انتري. دي مثلا الحاجات اللي انا بشوفها كتير جدا، بشوف اعلانات. تمام. دي مثلا داتا انتري يعني بيبقى مرتبك هنا 16 يورو في الساعه، بيبقى كويس جدا جدا جدا. هنا الحد الادنى للاجور 12 يورو ونص او 12 يورو 40 سنت. هيرفعوا او بدايه السنه الجايه هيبقى 12 يورو 80 سنت، هو يعني احنا كده اختنينا. المهم، فهي دي وجهه نظر بتاعتي. تالت وجهه نظر او رابع وجهه نظر، الغربه. ما ينفعش لما تيجي تجرب الغربه تجربها في المانيا. تمام. يعني اول حاجه اللي يقول لك انت جربت هو في الخليج ده حاجه والغرب حاجه، يعني ده حاجه وده حاجه. يعني دوله مش بتتكلم انجليزي او عربي، الغربه فيها في مستوى تاني حرفيا. تمام. فلما تيجي تجرب الغربه ما جربهاش في المانيا. انا بالنسبه لي في مصر قعدت السنه ونص او السنتين بتوع الجامعه قعدتهم لوحدي، فلما جيت هنا كنت بشوف الناس دايما بتعاني في موضوع الغربه. انا كان بالنسبه لي الموضوع دي سهل فعلا. يعني الحاجات البسيطه اللي الناس مثلا بتنساها بتقعد تفتكرها تاني، فصل الغسيل الابيض والالوان. المهم يعني، فيعني الغربه في مصر لو عندك فرصه انك لما تدخل الجامعه تروح المدينه الجامعيه بتاعت الجامعه ديت روحها. يعني الموضوع مفيد جدا 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 فوق ما انت متخيل. لان مين عارف، انت ممكن تجرب الغربه في مصر وما تعرفش اصلا تتعامل وانت في مصر، اللي هو وسط اهلك وناسك. يعني اللي هو في الاول وفي الاخر انت فرق ما بينك وما بين مثلا بيتك ساعتين حرفيا مثلا. فممكن تجرب الغربه في مصر وما تسلكش، فما بالك بقى انك تيجي تجربها هنا. يعني هتيجي تجربها هنا هيجي لك اكتئاب، يعني مش هتعرف تسلك، ضيع حرفيا سنه او سنتين. تمام. على ما تعرف تاخد على الدنيا. فدي من النقط المهمه اللي الناس بتستخف بيها. هتلاقي دايما الناس بتدور على اللي هو ايه، انا اسافر دلوقتي حالا. لا، ما سافرش دلوقتي حالا، اجهز بعد كده سافر. يعني انا من مناصرين الموضوع دوت. يعني لو الزمن يرجع بيا انا كنت عصرت كل دقيقه وانا في مصر. لو كان الزمن رجع بيا انا ندمان حرفيا على كل ساعه انا ضيعتها في الولا شيء. واخر حاجه مهمه جدا 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 انا عايز اقولها، الحمد لله انقذتني. برضو السنه اللي فاتت قبل رفعه الدولار قدام الجنيه، برضو اتسالت نفس السؤال ده، نعملها في مصر ولا نعملها في المانيا؟ قلت اعملها في مصر. وبدل انت تسال تعملها في المانيا يبقى انت معاك فلوس الحساب المغلق اللي هو 12000 يورو. حول الفلوس يوروهات بتاعتك، حول اليورو بتاعك. الجنيه رفع. تمام. ولما رفع انا طبعا محدش يعرف مثلا يقول ان انا السبب في ان هو محدش سافر، لان انا قايل اقلب الجنيه بتاعك يورو. تمام. فلو انت مسافر المانيا وانت عازم على الموضوع دوت وهتخلص سنه التحضيريه بتاعتك في مصر، اشتري اليورو من دلوقتي اكنك مسافر المانيا بكره. يعني الموضوع مهم جدا جدا جدا، لان يعني اليورو مثلا لو رفع السنه الجايه او حاجه برضه هيجي لي السؤال بتاع احنا مش عارفين نسافر بسبب اليورو. تمام. فالحمد لله يعني الناس اللي انا نصحتهم من سنه او من سنتين ان هم يقلبوا الجنيه يورو كسبوا يعني وعرفوا يجوا. اللي ما عملش كده فيعني ربنا معاه تقريبا. يعني المصاريف داخله في 4 اضعاف اي ما انا سافرت. بس كده يا شباب، ده كان الفيديو بتاعنا. ان شاء الله هنكمل السلسله المره الجايه، هتبقى الاوراق بالتفصيل، المشاوير، كل حاجه. هقول لكم هتروحوا فين عشان تطلعوا الورقه الفلانيه، مواعيد مات، كل الكلام دوت. وان شاء الله لو انت عايز مني حاجه هتلاقي اللينك بتاع الانستجرام بتاعي تحت. انزل ابعت لي فولو، ابعت لي السؤال بتاعك، تابعني. وان شاء الله الفيديو بتاعنا ينزل الاسبوع اللي جاي. لحد وقت تاني، سلام عليكم.